اللي قلبه تملي ابيض، قلب خالي من النفاق. شقينا وتعبنا ومضى شهو تعبنا، نوينا وعزمنا بالفعل سمعنا، بسم الله سمينا وبدأنا خطاوينا، نبني عشان نعلى وبلدنا قدامنا. عشان يعمر كله عزة وكبرياء. الله أكبر علي يسجد واللي يكبر، اللي قلبه تملي أبيض، قلب خالي من النفاق. طورنا غيرنا في الصخر وحفرنا، والدنيا رح تشهد بكفاحنا ونضالنا. ايدينا شغالة للحمل حمالة، ووقفنا رجالة وربنا نصرنا. الله أكبر يسجد واللي يكبر، واللي جاي عشان يعمر كله عزة وكبرياء. الله أكبر علي يسجد واللي يكبر، اللي قلبه تملي أبيض، قلب خالي من النفاق. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة بنقدم فيها بكل فخر وحب تحية للوطن. حلقتنا النهاردة أعزائي المشاهدين هنتكلم فيها عن اتجاهنا نحو مستقبل رقمي جديد، عن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، حيث يعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات، بالإضافة لعمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية. أيضا العمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافي من الكوارث وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي. أعزائي المشاهدين، تعالوا معنا نعرض لحضراتكم كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن كنا بد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لبقية الموضوع. يعني أنا هحاول أقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا يا دكتور عمرو، أنا بكلم الناس المصريين. لما تيجي تشوفوا حجم الأرقام اللي احنا أنفقناها عشان اللي انتوا شايفينه النهاردة ده نفتتحه، أرقام كبيرة قوي، أرقام كبيرة قوي. بنتكلم مش مليارات الجنيهات، احنا بنتكلم في مليارات الدولارات، مش كده؟ صح. كتير مننا ما يحسش بالكلام ده، يقول لك يعني صرفتوا ده كله عشان ايه؟ طب احنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد ايه؟ بنستفاد ان احنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات، وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيها. أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لمقر مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في طريق العين السخنة. استمع السيد الرئيس لشرح تفصيلي لمخطط مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وشاهد مجموعة من القاعات الخاصة داخل المركز لاختبار وتوثيق البيانات، وأخرى خاصة بالتدريب لتقديم كافة الخدمات الحكومية. رافق سيادة اللواء بكر البيومي مدير المركز. والآن نعرض على حضراتكم الجولة التفقدية لفخامة السيد الرئيس.
بعد ما سيادتك هتشرفنا هنا هننزل على صالة الخدمات اللي هي فيها السيرفرات، ثم المركز أو الجزء للتعافي من الكوارث. اتفضل. هنا يا فندم بيبقى في قاعات اختبار وتوثيق للبيانات، ثم في قاعات للتدريب بيبقى فيها جميع الجهات اللي هي جميع الجهات الحكومية والدولة ممثلة فيها، عشان دي بتدي خدمات حكومية. مهندس عمرو فاروق يا فندم، مدير المشروع، وهعرض على سيادتك فكره عمل المركز. المركز يا فندم تم تنفيذه في نص المده من خلال 5 محاور رئيسيه تم تنفيذهم بالتزامن. المركز يا فندم المحور الاولاني كان المحور الانشائي اللي احنا راعينا فيه البعد في تصميم بعد الحضاره المصريه والبعد التكنولوجي اللي نظر لطبيعه العمل اللي موجوده في المكان. المحور الثاني كان المحور الفني اللي احنا ابتدينا تجهيز البنيه الفنيه للمركز من خوادم ووسائط تخزين واجهزه شبكات، بحيث يبقى قادر على تنفيذ فكره العمل اللي هي فكرتها تجميع البيانات من مصادرها المختلفه زي مراكز البيانات المختلفه، بعض الصناعات المختلفه زي بيانات الحركه للصادرات والواردات اللي جايه من المواني، بيانات المنظومه الصحيه، بيانات التشغيل لمنظومه النقل، بيانات الطاقه في الكهرباء والبترول، وبيانات التعافي من الكوارث الموجوده في مراكز السيطره على مستوياتها المختلفه. المركز يا فندم بيقوم بتجميع البيانات من خلال شبكات الالياف الضوئيه او من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس اللي بتوفرها الشبكه الوطنيه. بعد ما يتم التجميع يا فندم في المركز، بيقوم المركز باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي ومنصه البيانات تحليل البيانات الهائله بمعالجه البيانات ووضعها في صوره تصلح للاستخدام، سواء كانت على صوره مؤشرات بتحسن دوره العمل داخل المؤسسات الحكوميه او في صوره توصيات لمتخذ القرار. المحور الثالث يا فندم اللي احنا اشتغلنا فيه برضو على التوازي هو بناء القدرات البشريه علشان يكونوا قادرين على اداره العمل داخل المركز، وبالذات ان دي تكنولوجيا حديثه لسه داخله مصر وداخله شمال افريقيا. ضربناهم على 3 مراحل: مرحله تدريب نظري وعملي، ثم تعايش في بيئه تشغيليه مشابهه للبيئه اللي احنا موجودين فيها. المحور الرابع وباستغلال الكوادر البشريه اللي تم تدريبها والقدرات الهائله للمركز، تعاوننا مع اكثر من جهه علشان نطلع بمخرجات تحقق الاهداف بتاعه هذه الجهات في استخدام القدرات الهائله اللي موجوده في المركز. ونجحنا فعليا في الجينوم ده سيادتك اثناء التفقد سيادتك هتشوفه، وبعض الخدمات الاخرى برضو موجوده. المحور الخامس والاخير هو اللي انا عشان خاطر اقدم خدمات لكن لازم في تنظيم للعلاقه بيني وبين الجهات المستفيده، وبناء عليه احنا عملنا مقترح لسياسات تنفيذيه وسياسات الاستخدام بتاعه الحوسبه السحابيه اللي هي موجوده امام سيادتك. هي دي فندم، فدي فيها الشرح التفصيلي لكل السياسات الاستخدام والتنفيذ للحوسبه السحابيه. مصر تسير على خطى واعدة في التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم. عن هذا الموضوع نتحدث عن مركز البيانات من خلال ضيفنا اللي مشرفنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ الحسين عبد الفتاح. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك وبالمشاهد الكريم. خلينا نتكلم في البداية عن هذا المركز الهام جدا ونقول يعني أهمية وجوده هنا في بلدنا. والله أنا بشكر حضرتك على الموضوع الهام ده.
احنا بنتكلم النهاردة عن مركز البيانات والحوسبة السحابية، وبنتكلم عن كيف نجحت مصر في الفترة الأخيرة في مجال التحول الرقمي بداية والذكاء الاصطناعي، لأن الدولة بذلت مجهود أكثر من رائع ومتميز لهذه النقلة النوعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا إلى إطلالة جديدة لمصرنا الحبيبة على العالم أجمع. لعل البعض لا يعي أهمية هذا التغيير، هذا التحول، هذا التطوير التكنولوجي الأكثر من رائع. مصر على خريطة العالم في موقع استراتيجي هام جدا، لذلك الكل ينظر إليها، إما طامع في مصر ولن يستطيع أن يقترب منها بفضل الله أولا، ثم بفضل قواتنا المسلحة المصرية، وإما صديق يريد أن تكون له أيادي بيضاء لهذا التطوير والتحديث حتى ينعم هو الآخر بخيرات هذا البلد. لذلك أي نجاح يتم إعطاء الفضل فيه لصاحب الفكرة، ثم لمن يعمل على تنفيذ هذا النجاح. كثير من الأفكار طرحت في المراحل السابقة، ومشروعات عملاقة ضخمة كانت على الأوراق حبيسة الأدراج. الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يخرج هذه الأفكار وهذه المشروعات ويقوم بتطويرها بما يتناسب مع العصر، بل قدم من يعاون الرئيس ابتكار جديد في هذه الأفكار وهذه المشروعات لتتناسب مع مصر كان يسمع عن الحوسبة، البيانات، السحابية، كلها ألفاظ كانت غريبة على الأذن. نصل اليوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي هذا التطور التكنولوجي الأكثر من رائع، ومع هذه المراكز والمحاور الإنشائية والمحاور الفنية، كل هذا إلى وجود تحقيق صادرات رقمية تبلغ كام؟ 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. أيضا نصل إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف جعل مصر مركزا في صناعة الاتصالات. طيب كيف بدون بنية تحتية مميزة؟ لأن العالم بيراقب حضرتك ومش هيجي لمعلومات أو بيانات ضحلة أو ضعيفة. طيب يعني هو العالم بيراقب وجودنا، بيراقب انه احنا واصلين لأي مرحلة من هذا التطور المذهل والمتسارع اللي موجود عندهم. تمام. احنا بقى وجودنا هنا حوالين العالم يعني هذا المتقدم والمتسارع في التطور بشكل كبير جدا، المقارنة ممكن تكون شكلها ايه؟ المقارنة حضرتك النهاردة بتحسبيها ان مصر كانت الدولة رقم 40 في هذا التطور التكنولوجي، النهاردة حضرتك الدولة الأولى إفريقيا. كيف وصلت إلى هذه المكانة؟ بهذه المراكز المتعددة، بتدريب أكثر من 250 ألف شاب وفتاة، بتواجد دعم حقيقي من القيادة السياسية لهذه الفكرة، بتواجد روح المواطن المصري المقاتل المصري الذي يوجد عند الحاجة بقدر ما تستطيع الدولة، بل يعطي أكثر مما يحتاجه الأمر. بضرب دايما أمثلة بحرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، وكيف أن المقاتل المصري أبهر العالم. العالم وقف عاجز أمام إرادة المقاتل المصري، بل يصل الكل الآن إلى تدريسها في الخارج. كذلك مركز الحوسبة السحابية، مركز البيانات والحوسبة السحابية، العالم كله كان لا يتوقع أن تصلي إلى هذه المرحلة. مركز بيتم إنشاؤه وافتتاحه في أقل من نص المدة، مركز بيطل على العالم بحجم
لا يتخيله أحد، لم يستطع أحد في العالم أن يتخيل أن تصل مصر إلى هذه المرحلة من المركز 40 للمركز الأول. الرئيس يفتتح المشروع وأنت تحققي يعني احنا بنقول قناة السويس كانت بتجيب 3.5 مليار دولار، ابتدت تجيب 4.5، ابتدت توصل ل5، بعد القناة الجديدة وصلنا ل9. علشان يوقفوا الاستقرار بتاعك والمكاسب المادية والعائد اللي بتحققه قناة السويس، ابتدوا يعملوا لك مشاكل في القناة. احنا النهاردة معرضين لكل أنواع المشاكل، لكن مصر لم ولن تتوقف بفضل الله، لأن في إرادة للقيادة السياسية تصاحبها إرادة للمواطن المصري. المواطن المصري اللي منه المبتكر ومنه العالم ومنه الفقير معلوماتيا، مش الفقير ماديا، ما عندوش فكرة خالص عن الموضوع، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل تواجد القيادة السياسية في هذه المراكز وعلماء مصر ونوابغ مصر، كل مليون مواطن فيهم نوابغ كتير. كانت هذه النوابغ وأصحاب الابتكارات يتواروا خجلا لأنهم بيشتغلوا بدماغهم. الرئيس أعطاهم الفكرة أنهم يتواجدوا على الساحة، أصبح لكل عالم مصري مكانة كان لا يجدها إلا في خارج مصر للأسف. اليوم مصر تقدم أبنائها للعالم بشكل جديد، وتقدم مع هؤلاء المبتكرين والعلماء والمفكرين وأصحاب التكنولوجيا، تقدم معهم إنشاءات حديثة وتطور يوازي أو يصاحب مركزها الذي ينظر إليه العالم كله بشغف. لذلك النهاردة حضرتك وإحنا بنجد الرئيس بيفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية، بنطمئن على أمور كثيرة. بننظر إلى الصادرات الرقمية، بننظر إلى منصة مصر الرقمية والتطور اللي حصل، بننظر إلى التأمين الصحي، وبننظر إلى منظومة إدارة أملاك الدولة ومنظومة العدالة وإنفاذ القانون. الكلام ده كله ما كانش موجود. انت كنت حضرتك بترفعي التليفون في السبعينات وتقعدي جنبه نص ساعة منتظرة الحرارة. هذا التحول الرقمي وأهميته، يعني مركز البيانات ده شيء كمان متطور أكتر وأكتر، وهنتكلم كمان عنه بالتفصيل. بس فكرة إنه التحول الرقمي يبقى موجود في كل مكان في بلدنا، في كل خدمة إحنا بنتعامل بيها مع الحكومة أو في أماكن كثيرة، فكرة التحول الرقمي إن إحنا واصلين فيه كمان لأي مدى؟ والله حضرتك احنا وصلنا لاننا بنعمل تأمين صحي شامل في عدد من المحافظات، وحضرتك النهاردة المواطن المصري بيشعر بهذا في مثلا طلبه للإسعاف، فبيجد ان الإسعاف وهي بتتحرك بقى في وقت أسرع، يعني بتوصل في وقت أسرع. نمرة 2، لما بتوصل الإسعاف في بعض العربات المجهزة في هذه المحافظات ابتدت بتعمل نوع من أنواع الأشعاعات ونوع من أنواع علشان تتواصل مع الغرفة المركزية وتبلغها حالة المريض اللي هي بتنقله. فمن الممكن أن الغرفة المركزية توجه سيارة الإسعاف بالمريض إلى المستشفى المختصة واللي فيها مكان فاضي، يمكن المريض ده محتاج غرفة رعاية وأقرب مستشفى موجودة ما فيهاش رعاية فاضية، فابتدي يبقى أنا بحافظ على صحة المواطن. لأن ده مثال في بيانات مسجلة عن سواء حالة المريض أو المكان اللي هيروح فيه أو هو كان فين قبل كده. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. كبير نتحدث عنه من خلال المهندس عمرو فاروق. اهلا بحضرتك معايا يا فندم. حضرتك يا فندم. هذا الانجاز الكبير ونقدر نقول هو انجاز جديد نحو مستقبل رقمي، اكيد ليه هدف من انشائه. الاول الهدف من انشائه هو طبعا دعم التحول الرقمي وتنفيذا لرؤيه مصر 2030. المشروع بيتكون من 3 منشآت. المنشأ الأول زي ما حضرتك شايفة كده المنشأ بتاع الإدارة والتشغيل، وده
بنراعي فيه البعد التصميمي للحضاره المصريه والبعد التكنولوجي لطبيعه عمل المكان. المنشأ الثاني هو المسؤول عن استضافة المعدات سواء كانت من خوادم أو وسائط تخزين أو أجهزة شبكات، علشان خاطر أقدر استضيف فيها البيانات الجهات المصرية أو الجهات الإدارية جوه الدولة، وأقدر أعالجها معالجة بقدرات فائقة، وأقدر أطلع منها بمؤشرات لتحسين الأداء الحكومي وتوصيات لمتخذ القرار. افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية هدف كبير يعني للدولة. المواطن بقى ممكن يقول هو ايه الاستفادة من هذا المركز ليا أنا كمواطن بسيط؟ هي في استفادة مباشرة وفي استفادة غير مباشرة. الاستفادة الغير مباشرة نتكلم عليها الأول، لأنها أنا ما بحسن الأداء الحكومي من خلال منصات الذكاء الاصطناعي او تحليل البيانات الضخمه اللي عندنا، فبالتالي بيطلع في المؤشرات دي بتقول والله ايه نقاط الضعف لكل مؤسسه حكوميه، وايه اللي نقدر نعالجه ونقدر نتغلب عليه او نلافي نقاط الضعف دي عشان احسن الخدمه للمواطن. في الاخر المواطن هياخد الخدمه من على شباك، هياخد الخدمه من مستشفى، هياخد الخدمه من اي جهة حكومية. فبالتالي أنا لما بقلل وقت الخدمة وبأديها بدقة شديدة، فالمواطن في الحالة دي هو هيستفيد بشكل غير مباشر من الجهة الحكومية. الحاجة التانية ان انا لو بتكلم على الاستثمار اللي هي الخدمة المباشرة، فانا بالتالي باستضافة بعض البيانات للمستثمرين وان قيام المستثمرين بتقديم خدمات جوه الوطن، وبالتالي دي هيبقى خدمة مباشرة للمواطن، سواء بقى في التوظيف او في بعض الخدمات اللي بتقدمها من تسهيل الاجراءات اللي موجودة جوه الدولة. نلتقي أعزائي المشاهدين مع دكتورة هبة فوزي المسؤول التنفيذي للشبكة الوطنية في وزارة الصحة. أهلا بحضرتك معايا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. خلينا نتكلم في البداية عن وزارة الصحة والتحول الرقمي اللي حصل فيها، لأنه ده أكيد بيهم المواطن. مظبوط. السنين اللي فاتت ابتدينا في التحول الرقمي، وكان الداعم الرئيسي لينا معالي وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار. هو ادى توجيهات ان احنا نميكن معظم مستشفيات وزارة الصحة، وده بالفعل حصل. احنا قدرنا نخرج بأول مستشفى حكومي ذكي وهي مستشفى العاصمة. بالنسبة بقى لمركز البيانات وقد ايه ان هو ممكن يفيد المريض يعني بشكل بسيط ومبسط؟ ابتدينا من المركز بأن ساعدنا في تحليل بيانات وزارة الصحة ككل والمستشفيات على الأخص. أنه المريض من أول ما بيخش المستشفى بنعرف نعمل تحليل لبياناته، نشوف معدلات صرف الأدوية والمستلزمات اللي هو استخدمها داخل رحلته في المستشفى. عرفنا حاجات كتير ساعدتنا. أن هي زمان كانت ورقية قديمة، ما كانتش مميكنة، لا دلوقتي بقت كل الملفات الطبية موحدة بشكل الفورم بتاعتها موحدة، نقدر نستخدمها في أي محافظة من المحافظات. يعني أنا من سكان القاهرة وسافرت احتجت خدمة طبية أقدر أخدها في أي مكان في أنحاء الجمهورية. فالمكان هنا المركز أو الكلاود ساعدنا في تحليل البيانات ودعم واتخاذ القرار للقيادات داخل وزارة الصحة. الخدمات المقدمة في القطاع الصحي كثيرة جدا، وكمان في يعني مجالات متعددة ممكن نتكلم عنها. بس لو قلنا انه استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة بشكل عام اكيد ده بيفرق مع المواطن. يعني انا بشكر حضرتك برضو لفتة رائعة لعمل حقيقة الحكومة تستحق عليه الشكر. توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي. حضرتك فاكرة شكل الموظف زمان وحجم الأوراق اللي موجودة، وإنه كان بيضطر يلبس حاجة كده في كمه عشان يحافظ على هدومه من السندة طول النهار والكلام ده، يعني تلال من الأوراق ولا قدر الله. عندما
يحدث ما لا يحمد عقباه مثل ما حدث في 25 يناير. تتفاجئي بأن أماكن كثيرة جدا تحوي أوراق هامة جدا لمصلحة المواطن والوطن يتم إحراقها بكل بساطة من بعض أو المتطرفين. قولي ما شئتي فيهم وحدثي ولا حرج. يبقى أنا النهاردة لما بنقل القطاع الحكومي هذه النقلة النوعية الكبيرة، وبعدين أعمل مركز يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا، يشكل نقلة في مجال التطبيقات الرقمية بيخدم الأغراض الحكومية. هي الحكومة بتمثل مين؟ ما بتمثل المواطن. لما بخدم الأغراض الحكومية يبقى بخدم كل مواطن بيتقدم للحكومة بطلب، فبنقل له العملية من المعاملات المادية وبقضي على الفساد. خلي بال حضرتك، لأن التعامل المباشر معاكي أنا أقدر أتفق معاكي دلوقتي إن يبقى في نوع من أنواع الفساد وأدفع لحضرتك، لكن لما تبقى العملية نقلة تكنولوجية هدفع لمين؟ أنا ما بتواصلش مع أشخاص، أنا بتواصل من خلال تكنولوجيا. وكل واضح، يعني الأرقام واضحة يعني ومحددة ومكتوبة بشكل تفصيلي كمان. تمام. يبقى المركز بيسهم في تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات بإتاحة تأمين كافة المعلومات. لا قدر الله لو حصل زي ما قلنا حريق أو سرقة أو إلى آخره، الأوراق راحت، لكن وأنا على البيانات والحوسبة السحابية لا، ده أنا بستدعيها في أي وقت وبعمل اللي أنا عايزه، بخزن اللي أنا عايزه بمساحات أكبر، وبضاعف كميات التأمين اللي موجودة عليها. طيب، عندي كمان سرعة ودقة ودعم اتخاذ القرار. كنت مع أحد الأصدقاء في الصباح وكنا بنتكلم عن البيانات والحوسبة بحكم أنه هو بيعمل في أحد البنوك، فقال لي دي من أهم الحاجات اللي بتخلي متخذ القرار يبقى وهو بيتخذ القرار المعلومة جات له بسرعة وبدقة وما فيهاش أي تشويق وما فيهاش أي تغيير. لأن حضرتك لو ومعلومة كاملة كمان طبعا. لأن حضرتك لو تفتكري في فترة حكم الإخوان السنة دي تم سرقة ماكينات لإصدار الرقم القومي، فالنهاردة كمان أنا هعرف المكنة اللي اتسرقت شكلها إيه والرقم اللي عليها إيه، وبتطلع وهبتدي أشوف إيه التعاملات اللي تمت من خلالها والفترة اللي بعد السرقة، لأن أنا عندي تخزين في مفيش تغيير بقى في طيب. النهاردة الخدمات بتاعت المركز بتشمل أكتر من 40 خدمة سحابية حديثة وتحليل لكم هائل من البيانات، إضافة لخدمات الذكاء الاصطناعي اللي الناس دلوقتي يقول لك يعني إيه الذكاء الاصطناعي؟ إحنا داخلين على مرحلة جديدة متطورة تكنولوجيا. إحنا اتكلمنا عن الإسعاف لما بتتلقى الاتصال وبتنقل المريض وبتعمل التحليل أو الأشعة وبتبلغ بالمرض اللي معاه. ما تكلمناش عن موظف الإسعاف أو سائق الإسعاف اللي ممكن يكون بيعمل مشوار الأول وبعدين يجي، فهو مراقب بالكاميرات ومراقب من خلال التكنولوجيا الحديثة والمراكز علشان ما يقولش ده الطريق واقف، ده أنا راكن. لا، أنت بتقدم الخدمة للمواطن بسرعة. طيب، لما أجي أوجهه لغرف الرعاية أو للحضانات ورعاية الأطفال، أنا برضو محتاج إن أنا أبقى عارف مين اللي منقول ومنقول إمتى. كمان حضرتك عندنا حاجة مهمة جدا اللي هي غرفة العمليات المركزية اللي بتتابع قطاع العدل. النهاردة اللي لا قدر الله عنده مشاكل قضائية يعي تماما ما أقول. احنا كنا في بعض الأحيان بنسمع إن في قضية شغالة بقى لها 7 سنين و10 سنين و15 سنة. النهاردة السادة القضاة ابتدى مع التطوير الحديث يبقى في سرعة في الإجراءات ونزول القضية بسرعة للمحكمة. القضية كانت عقبال ما توصل المحكمة بتاخد 3 سنين. قصة كده كانت مش لطيفة خالص. احنا نقلنا نقلة تانية خالص، أكرر تستحق توجيه الشكر للقائمين على هذه النقلة، خاصة وإن في تدريب الحكومة بتوفره أكتر
من 1300 ساعة. يعني في تسهيل لإجراءات التقاضي بتحصل، وده أكيد بيخدم المواطن بشكل كبير، وزي ما قلنا متسارع مع تطور في العالم كله. في نقطة في غاية الأهمية كمان ممكن نقف عندها ونتكلم عنها، هي الأزمات والكوارث لا قدر الله لو حدثت. اكيد صاحب القرار عليه انه ياخد قرار بشكل سريع لانها في ازمة او كارثة. النقطة دي كمان ازاي ممكن نتعامل معاها من خلال مركز البيانات، لانه كل البيانات موجودة وللأسف الأزمة محتاجة سرعة بشكل كبير جدا في اتخاذ القرار. زي ما ذكرنا حضرتك ان موضوع لما بنقول موضوع الطرق، اللجان الإلكترونية بتوع أعداء الوطن يقول لك هو احنا هناكل طرق؟ لا يا حبيبي، أنا مش هاكل طرق، لكن أنا والدي علمني وأنا طفل صغير، اعطني طريقا ممهدا أو طريقا مستقيما أعطيك اقتصادا قويا، بالإضافة لكده بقى أعطيك أمنا وأمانا، لأن الأمن والأمان ده روح المجتمع. ربنا قال في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في علاقتين كده مترابطين ببعض. طيب النهاردة لما بنيجي نتكلم عن المركز بنقول إن في سرعة إدارة الأزمات والطوارئ. سرعة إدارة الأزمات والطوارئ بيجي منين؟ من إن عندي طرق وعندي كاميرات مراقبة وعندي متابعة، ناس اتدربت وقاعدة بتتابع. فلما بيحصل ده بيبقى في تحسين للقدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر. عندك لا قدر الله حريق، المطافي كانت بتوصل بعد قد ايه؟ ساعتين تكون الحريق صفى نفسه. النهاردة احيانا المطافي لما بيكون في اتصال كويس او بيبقى اتشافت على كاميرات المتابعة، المطافي بتوصل في بداية، فالحمد لله الامور. المناطق بقى اللي لسه ما وصلش ليها هذا التطور التكنولوجي لسه عايشين في الكلام القديم والخسائر بتبقى أكبر بكتير. يبقى أنا دلوقتي وفرت على الاقتصاد الوطني ووفرت على المواطن حجم الخسائر التقيلة اللي صعب تتعوض. واكيد الحياه لا تقدر بثمن، يعني بالتأكيد. مهما اتكلمنا على خسائر الارواح غاليه جدا اكيد علينا كلنا. يعني بالاضافه حضرتك لان شبكه الفيديو ديت الوطنيه اللي تم انشائها بتعمل ايه حضرتك؟ بتقلل معدل الجريمه وبتكشف الجاني في سرعه، لانك بتقدري تتابعي خط السير بتاعه. وكثير من الازمات اللي تمت في المشاكل اللي حصلت الشرطه استطاعت عن طريق المباحث وعن طريق البحث الجنائي انها تمسك الجاني في وقت قصير جدا. يبقى معدل الجريمة والحوادث المرورية الحمد لله بيقل ومشاكله بتقل، بالاضافة لتحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر. دي حاجة مهمة جدا حضرتك، لان الاستجابة قديما كانت صعب جدا. النهاردة حتى لو حضرتك ما رفعتيش السماعة علشان تتصلي بالنجدة، النجدة أو مركز العمليات قاعد بيتابع النجدة وبيتابع البحث الجنائي وبيتابع معدل الجريمة وبيتابع مرور الناس في الشارع وبيتابع الأزمة نفسها، لأن في شبكة كاميرات. علشان حضرتك تطلعي ترخيص النهاردة لأي منشأة بيبقى من ضمن الاشتراطات تركيب كاميرات بشكل معين بحجم معين باتجاهات معينة علشان الدولة تفضل متابعة الشارع وما يحدث في الشارع. طيب نشوف مع بعض هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. تبادل البيانات بين الوزارات ده دور اساسي للمركز ومهم جدا ان احنا نفهمه. المهندس ياسر شلبي هيشرح لنا اكتر عن هذا الموضوع، نفهم ازاي ممكن يحصل تبادل البيانات بين الوزارات المختلفه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا نورتني. يعني يا ريت حضرتك تحكي لي بقى ازاي ده ممكن يحصل تبادل البيانات. هو حضرتك طبعا ده في مركز الحوسبه السحابيه، ده دور اهم او دور رئيسي من ادوار المركز.
وهي تبادل ومشاركة البيانات بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، وده طبعا تماشيا مع خطة الدولة في دعم التحول الرقمي وتحسين البنية التحتية الرقمية في مصر وحوكمة البيانات، وبالتالي جميع الجهات والوزارات في الدولة تقدر تحصل على البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل مستمر. بالتالي بنقدر نحسن الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق حوكمة البيانات وتدقيقها، وتكون البيانات دي محدثة بشكل مستمر، ودي الخدمات اللي بنقدر نقدمها من خلال المركز الحوسبة والسحابة الرقمية الموجودة عندنا. لو قلنا شرح مبسط أكتر المواطن يقدر يفهمه أو يقول أنا بتعامل مع الموضوع ده فهيبقى قريب ليا زي ايه؟ تمام. هو حضرتك احنا عملنا منصة بالفعل مع وزارة الصحة وخاصة هيئة الإسعاف وهيئة الرعاية الصحية، انه نقدر يحصل تبادل للبيانات بين الإسعاف والرعاية الصحية، بحيث ان بمجرد الاتصال بخدمة الإسعاف والإبلاغ عن اسم المريض بيظهر كل المعلومات المتعلقة بالمريض، معلومات حيوية، تاريخه المرضي، الأمراض المزمنة اللي عنده، وبنقدر نحدد له في أسرع وقت ممكن بالذكاء الاصطناعي السيارة الإسعاف القريبة منه ومجهزة تجهيز طب مناسب للحالة، وكمان بنقدر نبعته أو ننقل المريض لأقرب مستشفى مجهزة وفيها أسرة متاحة. كل ده باستخدام تحليل البيانات، وممكن أوري حضرتك نموذج باستخدام تحليل البيانات ومنصات التطبيق الذكاء الاصطناعي. استخدمنا الإمكانيات الضخمة لمركز الحوسبة في بناء المنصة الرقمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبنقدر نشغلها من خلال المركز. وكان هدفنا توطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتنفيذ التكنولوجيا المصرية في المجال ده، وده تم من خلال تعاون مشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية في بداية بناء المنصة. الفريق العمل المصري بيتكون من مجموعة من الكوادر البشرية اللي تم تأهيلها على مدار 6 سنوات، تأهيل علمي وعملي في مختلف التكنولوجيات اللي موجودة. بنتطور مع التكنولوجيا، بنتعلم كل حاجة جديدة علشان نقدر نلبي احتياجات المواطن المصري والمستخدمين بتوعنا، لأن احنا كان بيواجهنا مشاكل في عامل الوقت والإمكانيات اللي بتبقى موجودة في مصر في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاي او تي والنوع ده من التكنولوجيا. فاحنا كان هدفنا الرئيسي ان احنا ما نبقاش مستخدمين، لا نبقى احنا المطورين والمنفذين للتكنولوجيا. نفذنا مجموعه من خدمات الذكاء الاصطناعي زي مجال التعرف على اللهجه المصريه، وعندنا نموذج مصري حاليا ضربناه على المحافظات المختلفه داخل مصر، ونتيجه الدقه بتاعته اكتر من 90%، وبنستخدمه في تطبيقات كتيرة جدا بتفيد الجهات الحكومية اللي موجودة معانا لأغراض السيطرة ومراكز الاتصال وتطبيقات أخرى، وطبعا بتخدم المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الجهات اللي هي المسؤولة في الطوارئ والسلامة العامة. نفذنا نموذج في تحليل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وبنقدر نستفيد منه في أعمال المراقبة الذكية، وطبعا ده قلل تكلفة الذكاء الاصطناعي اللي كان بيحتاج تحديث مستمر في الأنظمة النمطية، وطبعا ما بيعتمدش على العامل البشري، فقلل الأخطاء البشرية في أعمال المراقبة وتحديد المخالفات. كمان نفذنا نموذج الإدراك الجغرافي والتصاميم ثلاثية الأبعاد، وده بيدعم متخذ القرار في متابعة المخالفات في المدن الذكية زي أعمال مهم جدا بالنسبة للدولة من خلال التحول الرقمي. ونفذنا نموذج حاليا بقى احنا بننشئ نموذج مهم جدا لإدارة المحتوى كبديل لتطبيقات شات جي بي تي اللي ظهرت الفترة الأخيرة، والهدف منه ان احنا نمنع التحيز والتوجيه الفكري الأجنبي للمعلومات المغلوطة حفاظا على الهوية المصرية والإرث الثقافي المصري. وده لأن الجهات المنفذة للأنواع دي من التطبيقات بتبقى هي المسؤولة عن انها تغذيها بالمعلومات، ممكن المعلومات دي تبقى مغلوطة، وبالتالي نقدر نستفيد منه في الصناعات المتعددة داخل الدولة المصرية. احنا راعينا هنا اثناء عمل المركز الحوسبة السحابية ان لازم يكون في مركز خاص بالتأمين. المركز ده عنده بيعمل 8 مستويات من التأمين المختلفة، بدءا من التأمين المادي سواء في ان هو دخول الافراد، التأكد من الهوية بتاعتهم، مين اللي ليه اوثوريتي ان هو يدخل على انهي جزء. مش كل الافراد العاملين هنا
بيقدروا ليهم اكسس على كل الاجهزه والمعدات. هو حسب وظيفه كل واحد بيأكسس في مكان مختلف، حسب الاثوريتي اللي هو واخدها، هو فين بيشتغل بيقدر يكون ليه الاثوريتي والاكسسبيليتي بتاعته. توثيق المعلومه نفسها اللي بتيجي من بره ليها طرق كتيره من التوثيق والتعريف. بنقدر نعمل سكان للداتا اللي بتيجي هنا، بحيث ان هي لو محتويه على مالوير او على فيروس ان احنا نقدر نشيل الحاجات دي منها او ان احنا نمنعها من الوصول. كل الحاجات دي حلول فنيه احنا مشينا فيها بالتدريج على مستوى على 8 مستويات، وده طبقا للستاندرد العالمي لمراكز التامين العالميه، الى ان احنا كمان بنقدر نأمن على مستوى المنظومة نفسها. ازاي نقدر نأمنها المنظومة ما تبقاش فيها اختراقات او فيها بعض الميليشيس سوفت وير اللي بيشتغل جواها. بيبدأ يقف على كل الامكانيات وقدراته، مش وعلى حسب مستواه. المعلومة هنا من الذكاء الكافي والمنظم من الذكاء الكافي انها توزع المعلومة طبقا لمستوى اتخاذ القرار. بالنسبة للمواطن بقى، المواطن هيكون في باستخدام الذكاء الاصطناعي هيكون في اكتر من حاجه. اول حاجه موظف افتراضي، يعني موظف افتراضي بالذكاء الاصطناعي هيرد على شكاوى واحتياجات وطلبات المواطن، هيبدا يضيف عليها معلومات نتيجه البيانات الضخمه اللي موجوده، البيانات المهمه اللي عندنا. فالبيانات المهمه ديت هيحصل عليها معالجه بحيث ان احنا نوصل احتياجه الفعلي ومكانه وشكواه، وهل هي شكوى اخرين معاه ولا هو شكوى لحاله فرديه له، ونطلع الكلام ده امام متخذ القرار بمستوياته. فبكده نقدر نحل المشكله اسرع من الاول. قيسي على كده كل احتياجات المواطن. المركز تم انشاؤه على اعلى مستوى، بس حد يجي يقول طب هو في كوادر بشريه تقدر تتعامل مع هذا المركز؟ طيب التعامل هيكون بس من خلال ان احنا فهمنا ازاي نتعامل معاه، ولا احنا ممكن نكون مطورين ومنفذين ايضا؟ يعني اتقال جزء يعني في هذا التقرير، لكن كمان عايزين نشير للنقطة اللي في غاية الأهمية، وهي الكوادر البشرية اللي موجودة عندنا. يعني ما تم رؤيته الآن في التقرير السابق بيشير إلى ما أشرت إليه حضرتك، وبيوضحه وبيأكد الحمد لله إن احنا عندنا عناصر شابة متميزة. احنا عندنا ميزانية خاصة بالتدريب التقني تضاعفت عدة مرات لتصل إلى المستهدف المرجو منها. وصلنا لتدريب 250 ألف شاب. إمتى؟ في العام المالي 2022-2023. التكلفة كانت كام؟ مليار و300 مليون جنيه تقريبا. علشان الناس اللي بتقول المليارات بتروح فين؟ في ولادكم. بنستثمر في ولادكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة اللي موجودة مش بتستثمر في الحجر بس، بتستثمر في بناء البشر. لكن في حاجات ما ينفعش يعني يتم السؤال عنها بأسلوب غير لائق. احنا أبناء هذه الدولة، وكل مليم بيتصرف في البلد دي بيتصرف وعليه متابعة وعليه مراقبة، ومفيش دولة استطاعت انها تقضي على الفساد بكل أشكاله. لكن احنا في الطريق لمعالجة كثير من الأخطاء اللي موجودة في الماضي. النهاردة 250 ألف شاب باستثمارات 1.3 مليار في 2022-2023. طيب يبقى عندنا كمان تنفيذ استراتيجية التدريب اللي بتقوم بها وزارة الاتصالات بالتعاون مع مين؟ كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. أنا مش جايب مركز إقليمي ولا مركز محلي لسه لم يتم تأهيله، لا، أنا جايب شركات عالمية علشان تدرب ولادنا علشان أوصل للمستوى اللي حضرتك شفتيه، وفقا لمنهجية هرمية تبدأ بتدريب أولي لقاعدة عريضة. يعني أنا بدرب أعداد كبيرة جدا علشان أوصل منهم ل يعني الشباب اللي يستحق إنه يلتحق بالعمل. على فكرة المجموعات التانية اللي بتتدرب اللي أنا بشوفها إن هي مش مؤهلة بالقدر الكافي،
دلوقتي بتقدر تسافر بره وتشتغل بشكل افضل. نرجع حضرتك لسيادة الرئيس، ولما اشار لكده وقال مش معقولة الاسر المصرية تسيب ولادهم كلهم يدخلوا حقوق ويدخلوا اداب، وقال مع كامل احترامي لكافة التخصصات، لكن المواطن اللي في الشارع المصري النهاردة بيقول ايه؟ بيقول المحاميين هيترفعوا عن بعض في المرحلة اللي جاية من كثرة الأعداد. خريجين تجارة بقوا أعدادهم رهيبة. أنا كرئيس دولة خايف على بلدي، خايف على ولادي، بتمنى أن الأسرة المصرية تبقى في حياة أفضل. بوجه باللي معروض عليا واللي أنا شايفه والتطور والتحديث، سوق العمل طالب إيه اللي طالب إيه. فأنا النهاردة حضرتك لما بتكلم مع شعبي، مع أهلي، مع ناسي، مع الناس اللي أنا بتمنى أشوفهم في أفضل حالة، لأن لما يبقى عندهم استقرار وعندهم نوع من أنواع التنمية، أنا هبقى مرتاح وأنا رئيس جمهورية. يقوم اللجان التكنولوجية، اللجان اللي موجودة اللي بتحارب استقرار الدولة المصرية، يقوم الناس اللي مش شايفين الرؤية الشاملة والأعم وشايفين أعداء الوطن عايزين إيه من الوطن، الناس البسطاء اللي بيتكلموا بطريقة بسيطة أو اللي حس إن هو بينفس عن نفسه والدولة مدياله المساحة دي، يقول يا ريس أنت مش شايف إن ده الثانوية العامة والمجموع والاختيار بيبقى للكليات؟ طب ما هو الرئيس عايزك تطلع من الدايرة المغلقة دي وتتوسع ويبقى راجل ليك شأن عظيم، ويبقى راجل بتقبض 100,000 دولار. معقولة حد بياخد المبلغ ده؟ لا، في ناس بتكسب أكتر من كده من خلال التكنولوجيا ومن خلال إنهم اشتغلوا موظفين وبعدين ربنا وفقهم ونقلوا نقلة نوعية، بقوا أصحاب شركات، وفي اللي بيكسب 10,000 جنيه وفي اللي بيكسب 100,000 دولار. فعلا النهاردة التكنولوجيا لأصحابها وللي عندهم طموح أكبر. هي القصة أنه أكيد كل شاب بيدور على العمل، فلما بيدور ويشوف سوق العمل عايز إيه في الفترة دي، أكيد هو نفسه بيبقى حابب يتعلم هذا المجال عشان هو ده اللي موجود فيه شغل دلوقتي. يعني ده حاجة طبيعية، يعني الواحد كل واحد بيدور على مستقبله وحياته. بالظبط حضرتك. لما بنوصل بقى حضرتك بأعداد كبيرة للتدريب التقني ده، بنبتدي ننزل حضرتك لأعداد أقل. الأعداد الأقل دي بتتلقى تعليم بقى مكثف وتعليم متعمق. بنقدر نخرج كوادر اللي هم سيادة الرئيس أشار ليهم، اللي هم يقدروا يعملوا بعد التدريب المكثف ده والخبرات الكتيرة اللي بيكتسبوها يكسبوا مبالغ كبيرة، يقدروا بقى يمشوا مع سوق العمل في مراحل مختلفة من التقدم والتطور، ما يفضلش محلك سر. فلما مش القصة برضو ان انا اتعامل يعني بس مع كل هذه التكنولوجيا اللي موجودة حواليا، لكن كمان ابقى مطور كمان فيها. خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير. من حضرتك أهمية وجود هذا المركز. طبعا بنرحب بحضراتكم هنا في المكان ده النهارده. طبعا المركز طبعا ده ليه أهمية كبيرة. طبعا احنا مع التقدم التكنولوجي اللي حصل في مصر وفي العالم أيقنا أهمية البيانات، ومن هنا المركز ده اسمه مركز البيانات والحوسبة السحابية. طبعا البيانات هي تعتبر كنز. احنا كبني ادمين طبيعيين ممكن نكون ما بنحسش بيه قوي، ان كل البيانات اللي على تليفونك في الاخر هي كنز. الشركات العالميه بتبتدي تستغل هذه البيانات في ان هي تطلع مؤشرات هي بتستفيد بيها بره مصر، او بتبتدي تبيع البيانات دي. بمعنى ان ممكن حضرتك متخيله ان الارقام اللي متسجله على الموبايل بتاعت حضرتك ممكن تكون بالنسبه لك مش مهمه، ولكن الشركات بتبتدي تستغل هذه البيانات بعد ما حضرتك بتدي موافقه على الموبايل ان هم ياخدوها ويبتدوا يبيعوها ويبتدوا يبيعوها بفلوس. فاحنا ايقنا من هنا ان اهميه البيانات فيما يخص الجزء بتاع الاستثماري
وفيما يخص الامن القومي، لان في بعض البيانات زي بيانات الكهرباء وبيانات المواني دي تعتبر بيانات هامه جدا للدوله، نقدر نستفيد بيها كدوله ونحصل منها على مؤشرات تفيدنا كدوله. فمن هنا جت فكره انشاء المركز، في ان احنا البيانات دي نستضيفها في مصر في خصوصيه مصريه، ونبتدي نستغل البيانات دي ان احنا نطلع منها مؤشرات لكافه القطاعات، سواء قطاعات الكهرباء او سواء قطاعات المواني او يعني حتى على القطاعات اللي تخص المواطنين، نقدر نطلع مؤشرات تفيدهم في موضوع الزحمه والطرق والكلام ده كله. فده فيما يخص تامين البيانات. الجزء الثاني هو ما يخص الذكاء الاصطناعي، ان احنا نقدر نبتدي نستغل تقنيه الذكاء الاصطناعي في ان احنا نوفر للدوله خدمات، توفر اول حاجه عماله، في ان احنا نستغل من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي نقدر نخلي مثلا الكاميرات الامنيه اللي موجوده او كاميرات المراقبه ان هي تقدر تدينا مؤشرات، وتقدر هي اللي تدينا زي انذارات بالحوادث او انذارات بالازدحامات بدون اي تدخل بشري. أي تقدم في أي مجال وفي أي مكان بيستلزم وجود بنية تحتية. الموضوع ده مفروغ منه بشكل يعني ما ينفعش نتكلم فيه كتير، ولكن في مجال التحول الرقمي نقول وجود بنية تحتية. هل احنا وصلنا يعني لدرجة انه التحول الرقمي موجود في كل مكان، ولا احنا ماشيين لسه في الطريق؟ يعني حضرتك الحمد لله احنا كنا بنجتهد، العالم كله بيشاهد وبيشارك. زي ما قلنا من شوية احنا مش عايزين نفضل مستخدمين، احنا عايزين نبقى مطورين. النهاردة مصر بتمتلك بنية تحتية قوية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. تطوير البنية التحتية الرقمية أحد الأسس اللي بترتكز عليها المحاور الرئيسية لمصر الرقمية. احنا شغالين في مشروع الرقمنة بحجم كبير، وبرضو بكرر تاني ان الإرادة للقائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس جمهورية مصر العربية هي اللي أعطت هذه الدفعة القوية، لأن كل الدولة اتجهت للجمهورية الجديدة انها تدخل عليها بمصر الرقمية. توفير خدمات الاتصالات، تقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات. خلي بال حضرتك ان دي نقطتين مهمين جدا. مصر بتتمتع ببنية تحتية دولية ومحلية متطورة، وانا قلت من شوية ان احنا وصلنا من المركز ال40 للمركز الاول في افريقيا. طيب البنية التحتية الدولية، مصر ممر رئيسي للبيانات في العالم. أكثر من 90% من البيانات المارة بين قارتي آسيا وأوروبا بتمر من خلال المياه والأراضي المصرية. الموقع الاستراتيجي لمصر ربنا حبها مصر بموقع الحمد لله زي ما قلنا جعلها محط نظر الجميع بفضل المركز الجغرافي المتفرد اللي مصر بتتمتع به. 90% بتمر من هنا. لذلك كان لابد من تعزيز المركز بتثبيت مكانة مصر في هذا المجال. كان ينفع نثبت مكانة مصر في هذا المجال بالقول فقط، ولا بالفعل بمركز السلامة والطرق والمراكز الحوسبة السحابية اللي موجودة، بتطوير البنية التحتية، بتحديث كان كل الكابلات عندنا نحاسية. النهاردة الكابلات اللي موجودة زي ما حضرتك شايفة التطور اللي حصل فيها. تطوير البنية التحتية الدولية من خلال 4 محاور. ال4 محاور دول: توسع في بنية تحتية دولية خارج مصر، توسع في بنية تحتية دولية داخل مصر، توسع في الشبكة الدولية للقارة الإفريقية، التوسع في مراكز البيانات اللي حضرتك احنا شغالين عليها وبالشكل المناسب، وسيادة الرئيس مهتم شخصيا وفي كل مركز افتتاح هو موجود فيه. البنية التحتية المحلية بتتمثل في تطوير خدمات الإنترنت الثابت وخدمات الهاتف المحمول وخدمات البريد المصري، وزي ما قلت لحضرتك مشروع الطرق، مشروع شرايين حياة
جديدة في كل ربوع مصر. ومشروع الكاميرات والمتابعة والمراقبة اللي موجود بيؤدي إلى السيطرة الكاملة والسلامة العامة للمواطن المصري والأمن القومي بشكل عام. يعني ده كمان يخلينا نتكلم على أهمية وجود هذا المركز من خلال تجميع البيانات المختلفة، وإنه كل واحد كمان يبقى ما يحترش ويقول أنا أصلي مش عارف الرقم القومي إيه، طب التأمينات بتاعتي عاملة إزاي، طب الرخصة، طيب في مجموعة من الأوراق والبيانات الخاصة بيا، ولكن هتلاقي إنه كلها موجودة في جهات مختلفة. لكن لما يتم تجميع كل هذه البيانات أكيد هيبقى فيه سهولة في التعامل مع أي مكان أنا بتعامل معاه فيه. أنا بشكر حضرتك على الإشارة لهذا، اللي فعلا أنا كنت ممكن أرخص عربيتي في 3 أيام، وكنت ممكن علشان أطلع شهادة المخالفات بس أقف في طابور طويل علشان أقدم الرخصة فقط، ثم أنتظر لسماع قيمة المخالفات، ثم أنتظر للاعتراض على هذه. النهاردة الموضوع يعني بيخلص تقريبا كله. كمان الإدارة العامة للمرور ومساعد الوزير للمرور عاملين مجهود أكثر من رائع، ومراكز لتقديم الخدمة بتطور وبتكنولوجيا. ممكن يبقى فيها يعني زيادة مادية شوية، لكن حضرتك بتكسبي بيها وقت أكبر. كذلك القصة دي مش مجرد المرور بس ومتابعة المخالفات والحرص على حياة المواطن من خلال شوارع طرق كانت ضيقة جدا. طريق السويس كان حارتين وكان مظلم. طريق السويس النهاردة تخيلي حضرتك بقى شكله. كل الطرق، لو اتكلمنا عن طريق مصر اسكندريه الصحراوي، لو اتكلمنا عن طريق اسماعيليه، التطوير اللي حصل على الطرق والمراقبه اللي موجوده، الكاميرات اللي موجوده، المتابعه اللي موجوده، اللي بتجبر المواطن على احترام الشارع واحترام نفسه واحترام الدوله اللي هو بيعيش على ارضها. لا، الحوادث زمان كانت حوادث والعياذ بالله مميته، وكان الوصول لمكان الحادثة كان حصلت أزمات في مصر. البلد كلها وقفت بسبب واحد حفر مكان غلط، أو علشان يعدي ماسورة أو يعدي حاجة في طريق حيوي جدا في نقطة محورية، قفل مصر كلها في الثمانينات. كانت تقريبا على كورنيش النيل عند قصر محمد علي باشا، مصر كلها اتقفلت. في شارع شبرا عسكري مرور في قدام مستشفى السكة الحديد كان بيقفل الإشارات. الراجل كان كبير في السن، توفاه الله وهو قاعد. الناس كلها محترمة الإشارة، الدنيا كلها اتقفلت لأن محدش، لغاية لما نزل واحد فاتفاجئ بالوضع. كل ده خلاص اتغير، لأن في غرفة عمليات مركزية بتتابع القصة، في تطوير، في تحديث، في مصروفات كتيرة. الناس أعداء الوطن بيقولوا الفلوس بتروح فين. لا، احنا عارفين الفلوس بتروح فين، والحمد لله مصر قادرة على تخطي هذه الصعاب والوصول إلى العالمية بالجمهورية الجديدة. طيب، بمناسبة الكلام عن الفلوس، عايزين نتكلم عن الاستثمار في مجال الرقمنة، بس خلونا نشوف صورة حية ونرجع نكمل كلام. وهنا داخل مركز البيانات والحواسب السحابية اللي تم تأسيسه ليتكامل مع باقي مراكز البيانات الأخرى، وتم ربطه بيها بشبكة من الألياف الضوئية. تم تصميم مركز البيانات والحواسب السحابية وبناؤه على شكل عين حورس بمساحة 130 ألف متر مربع، واللي بيضم مركز للإدارة والتشغيل وقاعات للاجتماعات والمحاضرات لتدريب المهندسين المصريين على إدارة وتشغيل الحوسبة السحابية الحكومية المتطورة. وتم تأمين المركز بمصادر متنوعة للتغذية الكهربية وأحدث نظم التبريد الذكي. ونبدأ جولتنا نحو المستقبل من مركز الحلول الفنية. هنا شاشات العرض اللي بتقدم المخرجات اللي وصلنا لها بعد تحليل البيانات ومعالجتها. وبنوصل في جولتنا لمركز البيانات المتطورة اللي بيضم معدات التشغيل وسيرفرات للبيانات بسعة تخزينية بتوصل ل 40 بيتا بايت قابلة للزيادة.
وهناخدكم في رحلة عبر الزمن من خلال النفق الزمني اللي بيشرح لنا عن طريق شاشات العرض رحلة تطور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ناس، اللي تم تخصيص مقر تحكم تبادلي ليها داخل المركز، ويشتمل على صالة تشغيل وخوادم للبيانات. كما يتميز المركز بقدرته على امتلاك مكونين أساسيين: سحابة التخزين الكلاود اللي بيتم من خلالها تجميع وتخزين البيانات ومعالجتها. أما المكون الثاني فهو الشبكة بتطبيقاتها المتنوعة مع توفير سرعة فائقة لمعالجتها وتصنيفها واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحليلها. ده غير انه كمان بيتيح استضافة تطبيقات القطاع الخاص وإتاحتها للشركات الناشئة والصغيرة، واللي هيكون لها مردود إيجابي على تشجيع القطاع الخاص وتوفير عملة صعبة بتتصرف النهاردة في الحصول على الخدمات من مراكز بيانات خارج مصر. في الحقيقة إن كل اللي اتحقق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قفزة حضارية عملاقة اتحققت من خلال تأسيس بنية معلوماتية قوية ومراكز عملاقة للبيانات ساعدت على التحول الرقمي، واللي شاهدته كل المؤسسات الحكومية ساهمت في تقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية الواعدة في مجال الاتصالات والبنية المعلوماتية. وبالفكر والتخطيط هنحجز مكاننا في عالم التحول الرقمي، وهنفضل نحلم لحد ما نخلي حلم الجمهورية الجديدة حقيقة لكل جيل جديد للوصول لمصر الرقمية. الاستثمار في هذا المجال، توفير عملة صعبة كمان زي ما سمعنا حالا، أكيد ده الأهم بالنسبة لكل مواطن مصري. احنا وصلنا حضرتك مثلا لتصنيع أجهزة الحاسب اللوحي وأجهزة المحمول باستثمارات تقريبا 2 مليار جنيه، وطاقة إنتاجية بتبلغ 20 مليون جهاز محمول. إنما لو رجعنا للصادرات الرقمية زي ما قلت حضرتك في بداية الكلام، إن احنا مصر وصلت ل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي. بتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جعل مصر مركز في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التعهيد. النهاردة مبادرة مستقبلنا رقمي لبناء القدرات الرقمية، وصلنا في مهارات العمل الحر لزيادة المهنيين المستقلين بعدد 13,500 مهني مستقل خلال عام 2022. الإجمالي هيوصل لأكثر من 30,000 مهني مستقل. الناس اللي مستصعبة الموضوع، لا، الشباب لما بيحطوا دماغهم في الشغل ما هو طول النهار قاعد ماسك الموبايل، فبيحول الترفيه اللي هو بيعمله لعمل، فبيطلع منتج أكتر إن شاء الله. توفير الوقت والمجهود لصالح المواطنين، إنهاء الطوابير، كل دي استثمارات لأنك بتوفري للناس وقتهم دون شعور. المصالح الحكومية اهتمام أكثر من رائع، وقتها يبتدي يتميز. بس أنا نفسي والله بس حد من الأجهزة الرقابية في ظل أزمة الكهرباء اللي احنا بنعيشها انه يبتدي يتابع الناس اللي بتسيب الأنوار في المباني الحكومية. عشان كده المراكز دي هيبقى لها دور كبير جدا في المحاسبة، لأن هي هتبقى ليها دور رقابي على المستهتر. الفساد مش كله ان واحد بيسرق اموال الدولة، لا، ممكن واحد يهدر طاقات الدولة ويضيعها بما انه راجل يعني سفيه او راجل مش قادر او محدش شايف يقدر. بالظبط كده. المنصة حاليا بتضم اكثر من 165 خدمة في مختلف القطاعات. المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون مع وزارة يعني لا، هيئة الرقابة الإدارية كمان قايمة بدور أكتر من رائع. تحية إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللي حقيقة يمكن هو لسه من فترة قريبة موجود، لكن في بصمة حقيقية وفي دور حقيقي للرقابة الإدارية في هذه المرحلة لكشف ألوان كثيرة من الفساد. فأنا يعني تحية لكل الأجهزة الرقابية، لكن الرقابة الإدارية على وجه الخصوص ليها دور أكثر من رائع. الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية
يعني حاجة مهمة جدا في بمعنى المرحلة إيه؟ اللي جاية. النهاردة احنا عايزين نعزز هذه الرؤية، فبنعززها من خلال ايه؟ الرؤية البشرية ولا من خلال التكنولوجيا ومن خلال التطور اللي موجود والتكنولوجيا وقامة 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، هيبقى في رؤية أفضل، هيبقى في مستقبل أفضل، هيبقى في تماسك أفضل، هيبقى في قرار أسرع، لأن في حجم معلومات أكبر بيتحط قدام متخذ القرار. كل بيانات المواطنين لدى الحكومة موجودة ومتأمنة، ومحدش ينفع يسرقها، ومحدش ينفع يدخل يعمل تعديلات وتغييرات عليها، لأن زي ما شاهدنا في الأفلام اللي تم عرضها إن كل موظف مسؤول عن جزئية معينة مع الباسورد بتاع الجزئية دي، ما ينفعش يدخل على اللي أعلى منها. علشان كده الحمد لله احنا بنعتبر وجود مركز البيانات والحوسبة السحابية ده إضافة جديدة للدولة المصرية في عصر الجمهورية الحديثة إن شاء الله. عرضنا على حضراتكم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إنجاز رقمي جديد، عرفنا تفاصيل كتير عنه. بنشكر الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ الحسين عبد الفتاح، شكرا لحضرتك. أنا اللي بشكر حضرتك على هذه الحلقة الرائعة لحديثنا عن مركز مساحته 23,500 متر، في شركات كثيرة جدا بتشارك فيه، حوالي 15 شركة تقريبا، طاقة أكثر من 1200 مهندس وعامل. يعني كل دي بيوت مفتوحة، لكن بيوت مفتوحة مع التطور، مع الأحدث. المكان ده هو عقل مصر الإلكتروني، عقل الدولة الإلكتروني. شكرا لكل من ساهم في إخراج هذا المركز بهذا الشكل، ولكل من يساهم في التطوير والتحديث القادم. شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا طبعا، وشكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، بشكركم في النهاية، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة بنقدم فيها بكل فخر وحب تحية للوطن.